بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها أدلاين بومان، وبتكون رايحة لمزور علشان يعمل لها هوية وباسبور مزورين باسم مختلف. ولكن علشان نفهم هي ليه بتعمل كده لازم نعرف قصتها، فخلينا على السريع نجيب القصة من الأول. بتبتدي الحكاية سنة 1908 بعد زلزال بيضرب مدينة سان فرانسيسكو، وفي وسط الدمار والحزن بتتولد بنت اسمها أدلاين. وبعد 21 سنة بتكون أدلاين بتتمشى مع والدتها على البحر، والهوا بيطير القبعة بتاعتها، ولحسن الحظ بيمسكها مهندس شاب، وبيحصل إعجاب متبادل بينهم، وده بيؤدي إنهم بيتعرفوا على بعض. وبعد فترة قصيرة بيتجوزوا، وبعدها بيخلفوا بنت وبيسموها فليمينج. وبعد 5 سنين بيكون زوج أدلاين شغال على مشروع لبناء جسر عملاق، ولكن بيحصل حادث وبيتوفى هو ومجموعة من زمايله. وهنا بتقرر أدلاين إنها هترجع تعيش في المدينة اللي اتولدت وكبرت فيها، ولكن وهي في الطريق بتلاقي التلج بيتساقط من السماء، ودي أول مرة تحصل في المكان ده. وبسبب التلج بتكون الرؤية غير واضحة، وفجأة بتخرج العربية من الطريق وبتتقلب أكتر من مرة لحد ما بتنزل في النهر. وبسبب برودة المية جسم أدلاين بيدخل في وضع انخفاض الأكسجين، والتنفس بيقف تماما، وبالتالي قلبها بيتوقف عن النبض. في اللحظة دي البرق بيضرب العربية بقوة 500,000 فولت من الكهرباء، ونتيجة الصدمة الكهربائية الشديدة بتحصل 3 حاجات. أولا، الصدمة الكهربائية اللي عملها البرق أنعشت قلب أدلاين. ثانيا، خرجتها من حالة انخفاض معدل الأكسجين، وبالتالي رجعت تتنفس تاني. ثالثا، بناء على نظرية العالم بينج بونج، فإن الضغط البتنجاني في الزبادي هيمنع عملية تحول الكاتشب لمايونيز، وده هيؤدي إن أدلاين مش هتتقدم في العمر تاني، يعني هتفضل شباب للأبد. وبتمر الأيام والسنين لحد ما في يوم واحدة كانت زميلة أدلاين في المدرسة بتقابلها، وبتلاقي فليمينج كبرت، لكن أدلاين شكلها متغيرش من آخر مرة شافتها. وبتحاول أدلاين تنهي الكلام وتمشي قبل ما الأسئلة تبدأ، ولكن الست بتوقفها متعجبة من شكلها اللي متغيرش. فبتقول لها إن السر في كريم زحلقة لشد الوجه والتجاعيد، وبتقول لها جامد يبقى جربيه، وبتسيبها وبتمشي. وبتقدر أدلاين تلاقي عذر في كل مرة لحد ما في يوم بيوقفها شرطي بسبب مخالفة مرورية، ولما بيشوف الرخصة بتاعتها بيلاقيها من مواليد 1908، والمفروض إن عندها في الوقت ده 45 سنة. فبيشك فيها وبيسحب الرخصة، وبيطلب منها تروح القسم علشان تاخدها. فبتقول له طبعا مسافة الطريق وهتلاقيني هناك. وبتاخد هدومها وديلها في اسنانها وبتهرب، وبتنتقل لمدينة تانية، وبتشتغل سكرتيرة في كلية الطب علشان تقرأ في الكتب وتقدر تتعرف على الحالة اللي هي فيها. وبعد سنة كاملة من البحث أدلاين بتلاقي إن مفيش أي تفسير علمي لحالتها. وصحيح إن أدلاين انتقلت لمدينة تانية لكنها بنفس الاسم، وده خلى المباحث الفيدرالية تدور عليها علشان يفهموا إيه موضوع عمرها اللي مش راكب مع شكلها ده. وبيقبضوا عليها، وفي الطريق بيقول لها واحد منهم إنهم هيعملوا لها فحوصات طبية، ومن هنا بتفهم إنها هتتحول لفار تجارب ومش هيسيبوها إلا لما يفهموا إيه السر. وبتستغل إنهم نزلوا من العربية علشان يجهزوا الطيارة اللي هتنقلها، وبتهرب. ومجرد ما بتوصل البيت بتاخد كل أغراضها وبتقابل بنتها فليمينج، وبتحكي لها على اللي حصل، وبتعرفها إنها هتسيب البلد وهتغير اسمها، وبتودعها. وبتفضل أدلاين كل 10 سنين تغير مكان إقامتها واسمها، وعشان تعمل ده لازم كل فترة تتعرف على مزور جديد. وعلشان كده هي كانت راحة للمزور اللي كان في أول الملخص. ولما بتاخد منه الحاجة وبتتأكد إنها تمام بتقوله أنت بتشتغل في التزوير ليه؟ وبتقوله إن عقوبة التزوير غرامة 250,000 و6 سنين سجن. ولما بيعتقد إنها شرطية بتطمنه، وبتقوله إنها بس بتفكره إنه مش من مصلحته إن حد يعرف حاجة. وبتنزل من عنده وبتروح لشغلها، وبتكون دلوقتي شغالة في المكتبة العامة. وبالليل بتروح لحفلة، وبتكون دي حفلة راس السنة، وهناك بيدخل شاب للمكان وبينجذب ليها، وهي كمان بتنجذب ليه، ولكن بتنقطع النظرات بينهم لما واحدة بتسلم عليه. وبمجرد ما بيبدأ الاحتفال أدلاين بتسيب المكان علشان محدش يصورها، لأنها مش عاوزة شكلها يتعرف. ولما بتركب الأسانسير بتلاقي الشاب جاي وراها وبيركب معاها الأسانسير، وبتعرف إن اسمه أليس، وبتقوله إن اسمها جيني، وبيكون ده الاسم اللي هي بتستخدمه دلوقتي علشان محدش يعرف شخصيتها. وبعدها بيدور حديث بينهم، وبتلاحظ إنه شخص مثقف، وبيوصلها للتاكسي على أمل إنه يعرف عنوانها، ولكنها ما حبتش إن الأمور تتطور بينهم بسرعة لأنها لسه متعرفة عليه دلوقتي. وتاني يوم الصبح بتروح تقابل بنتها فليمينج، وبيفطروا سوا وبيتكلموا شوية. وبعدها بتروح لشغلها، وهناك بتسمع من زميلتها إن في واحد اتبرع ب50,000 دولار للمكتبة. وبعد شوية بيدخل المتبرع اللي هو أليس اللي قابلته في الحفلة امبارح، وبيكون جايب لها كتب نادرة هدية ليها. وبكده لازم اللي شغالين في المكتبة ياخدوا صورة مع المتبرع، ولما بيلاقيها مش هتتصور معاهم بيصر إنها لازم تتصور وإلا مش هيتبرع، ولكنها بترفض تماما. فبيقول لها قدامك خيارين، إما تتصوري معايا أو نخرج سوا النهاردة بالليل.
ولما بتسأله هنخرج فين بيقول لها هنروح مكان عمرك ما رحتيه، وبالليل بياخدها النفق اكتشفوا فيه آثار من مئات السنين، وبتبقى مذهولة لكنها بتقول له انها لازم تروح علشان اتأخرت. واثناء ما بيوصلها بيقول لها انه عازمها على العشاء في بيته بكره. وتاني يوم أدلاين بتروح للبنك وبتطلب انها تحول كل فلوسها لواحده اسمها سوزان، وسوزان دي تبقى الشخصيه الجديده اللي هي لسه عامله ورقها عند المزور اللي كان في اول الملخص، وده علشان لما تغير اسمها ومكان اقامتها زي كل مره تلاقي الفلوس باسمها الجديد في البنك. وبالليل بتروح له البيت وبيحضر لها عشاء مميز، وبعدها بيقعد يحكي لها انه مش اول مره يشوفها في الحفله، وانه شافها مره قبلها كانت قاعده قدام المكتبه، وانه فاكر كل تفاصيلها في اليوم ده، فاكر لون فستانها وحتى تسريحه شعرها، وبيبدا يسالها عن تفاصيل حياتها وهي ساكنه فين، لكنها مش بترضى تحكي عن حاجه، وهو لما بيلاقي الاسئله مضايقاها بيسيبها على راحتها. وتاني يوم بتكون رايحه الشغل وراكبه تاكسي، وبيقف التاكسي في الاشاره، وهنا عينيها بتيجي على مكان كان ليها ذكريات فيه، وبتتذكر ان من زمن كان الشخص اللي بتحبه منتظرها في المكان ده، وكانت راكبه تاكسي برضه، ولكنها قبل ما تنزل شافت في ايده علبه خاتم، وفهمت انه هيعرض عليها الزواج فما رضيتش تنزل، وطلبت من السواق انه يمشي، واختارت انها تضحي بحبها علشان سرها ما يتكشفش. ولما بترجع البيت بتلاقي الكلب بتاعها مريض وبيموت، وبعد ما بتودعه وبتدفنه بتقعد تفتكر كل الناس اللي مروا في حياتها وماتوا، وانها طول حياتها بتحس بألم الفراق والحسرة على اقرب الناس ليها. تاني يوم بالليل وهي راجعه من الشغل بتلاقي أليس مستنيها عند بيتها، ولما بتستغرب هو عارف عنوانها ازاي بيقول لها انه سأل زمايلها في المكتبه، فبتغضب منه وبتقول له اكيد في سبب انها ما عرفتوش عنوانها قبل كده، وانه ما كانش ينفع يجي لها عند البيت ولا يعرف عنوانها، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتقابل بنتها فليمنج وبتحكي لها انها تعبت من الهروب والكذب على الناس اللي بتحبهم، وفليمنج بتقول لها كفايه هروب وان اللي كانوا شاكين فيها خلاص ماتوا. وأدلاين بتحكي لها انها اتعرفت على شاب اسمه أليس، ولكنها قطعت علاقتها بيه لانه اقتحم حياتها وقرب منها اكتر من اللازم، وبكده في خطر ان ممكن يكشف سرها. وفليمنج بتقول لها انها كده غلطانه وزودتها، وان الحياه من غير حب ملهاش طعم ولازم تروح تعتذر له. فبتسمع كلامها فعلا وبتروح له علشان تتاسف، وبيخرجوا سوا وبيكونوا قاعدين على ضوء النجوم، وبيقول لها انه معجب بيها وبيفكر فيها باستمرار، وانه لما راح لها عند البيت كانت وحشته قوي رغم انهم ما يعرفوش بعض بقالهم كتير. وبعد كده بيطلب منها انها تروح معاه لبيت اهله علشان يعرفها عليهم، وبعد فتره بيروحوا لبيت اهله، ولما بيدخلوا البيت بيعرفهم على بعض وبتسلم عليهم، وشويه وابوه بيجي، وأليس بيقول لها ده ابويا ويليام عالم الفلك، وبيجي يعرف ابوه عليها. بتحصل حاجه غريبه، فجاه بيلاقي ابوه بيقول أدلاين، كله بيبقى واقف مصدوم بالذات أدلاين، لكنها بتلحق الموقف وبتقول له اسمي جيني، فبيعتذر وبيقول لها اصلك تشبهي واحده كنت اعرفها زمان اسمها أدلاين بومان. فبتقول له ايوه دي والدتي، انت كنت تعرفها؟ فبيقول لها كانت صديقه مقربه جدا، وبيفضل يحكي عنها ويمدح فيها لحد ما بيلاقي زوجته بتشعر بالغيره فبيسكت. ولما بيسالها هي عامله ايه دلوقتي فبتقول له دي ماتت من 6 سنين. وأليس بيستأذن علشان يطلعوا يرتاحوا من السفر، بس من الواضح على ملامح ويليام انها ما كانتش مجرد صديقه، وبيبدأ يتذكر اليوم اللي قابلها فيه لما كانت عربيتها عطلانه وساعدها، ومن هنا اتعرفوا على بعض وبدأت قصه الحب بينهم. وتاني يوم الصبح بيجتمعوا علشان الفطار، وبيحكي اتعرف على أدلاين ازاي، وانه كان طالب في كليه الطب وقتها، وانها هي اللي شجعته يسيب الطب ويدرس علم الفلك، وانها السبب انه بقى عالم كبير دلوقتي. وبيحكي ويليام قد ايه أدلاين كانت انسانه مميزه وراقيه، لكن زوجته ما بتتحملش تسمعه بيتكلم عن واحده تانية بالطريقه دي. وبالليل وهم قاعدين بتتصدم أدلاين لما بتسمع ان ويليام سمى المذنب اللي بيدور عليه بقاله سنين باسم ديلا، وديلا يبقى دلع أدلاين اللي كان بينده لها بيه لما كانوا مع بعض. ولكن طبعا علشان ما ينفعش يقول لمراته كده فبيقول انه سماه ديلا على اسم الرسام الشهير كريستيانو رونالدو دي لافيتشي، اللي كان زمان بيحب واحده وكان ناوي يتقدم لها، ولما كان قاعد مستنيها علشان يقدم لها خاتم الخطوبه اختفت وما ظهرتش تاني، وبعدها اضطر يتجوز واحده ما بيحبهاش وخلف منها ولد وبنت، فبتبدا عينيها تتملى بالدموع وبتطلع تشم هوا. وتاني يوم الصبح أدلاين بتكون طالعه تتمشى فبتقابل ويليام، واثناء ما بيتكلم معاها بيلاحظ ان في حشره واقفه على شعرها، وفجاه بيشوف جرح قديم في ايدها وبيتصدم، لكنها بتطلب منه يعرف أليس انها طلعت تتمشى، وبتسيبه وبتمشي. وهنا بيجري ويليام زي المجنون على مخزن شايل فيه صندوق ذكرياته، ولما بيشوف صورة له مع أدلاين كانت ايدها مجروحة بيفتكر اليوم اللي ايدها اتجرحت فيه، ولانه كان في كلية الطب خيط لها الجرح بنفسه علشان كده هو فاكر الجرح ده كويس. وبيروح وراها وبيقول لها انتي أدلاين، بس ازاي؟ مستحيل. وهنا أدلاين بتستسلم وبتبدأ تحكي له وانها مش عارفة تفسير اللي حصل لها، وانها خافت حد يعرف الموضوع ده ويحولوها لفقر تجارب
تهرب علشان يعرفوا هي ازاي مش بتكبر في السن، ومن يومها وهي بتهرب ومش بتسمح لحد يقرب منها وعايشة وحيدة. فبيقول لها كفاية هروب لحد كده وخليكي علشان أليس، لكنها بتخاف وبتهرب كالعادة، وبتروح بسرعة على البيت وبتلم هدومها وبتسيب رسالة لأليس وبتمشي. وأليس لما بيشوف الرسالة بيسأل أبوه عن اللي حصل لكنه مش بيحكي له سرها، فبيقرر أليس إنه يروح وراها. لكن أدلاين وهي في الطريق بتقف وبتقرر إن كفاية هروب، ولما بتقرر انها ترجع بتيجي عربية وبتخبطها، ولما بيحصلها أليس بيلاقي درجة حرارتها منخفضة من البرد ومش بتتنفس، ولما الإسعاف بتيجي بيلاقوها ماتت. لكن بيقدروا ينقذوها عن طريق جهاز الصدمات وبترجع للحياة، وبينقلوها للمستشفى. ولما بتفوق بتلاقي أليس جنبها بتقوله انها مش هتبعد عنه تاني، وبتحكي له عن سبب هروبها. وبتدخل بنتها تطمن عليها، ولما بتشوف أليس بتقوله انها جدتها، لكن أدلاين بتقول لها انها مش هتكذب تاني وانها حكت له على كل حاجة. وبعد مرور سنة أليس وأدلاين بيكونوا رايحين حفلة راس السنة، وأدلاين بتبص في المراية بتشوف حاجة لأول مرة في حياتها، شعراية بيضة. وأخيرا بترجع أدلاين لطبيعتها بعد عمر 108 سنة. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش اللايك، وهتظهر دلوقتي ملخصات تانية ممكن تعجبكم، أو ممكن تدخل على القناة وهناك هتلاقي ملخصات كتير أكيد هتعجبكم. وسلام.